وكل اللي بطلبه منكم حاجة واحدة فقط يا مصريين، تستمروا في العمل والبناء والتنمية، العمل والبناء والتنمية والتعمير. ولازم تكونوا متأكدين ان سنن ربنا بتدعم البناء والتنمية والتعمير والرخاء، ولا تدعم الشر ولا القتل ولا التخريب ولا التدمير. هو ربنا بيساعد كده، بس بيساعد الأفاضل الطيبين، الناس اللي بتبني، الناس اللي بتعمر، الناس اللي بتصلح. لازم تكونوا متأكدين ان النصر معاكم، النصر معاكم والله. طب والله النصر معاكم. انا شايفه زي ما انا شايفكم كده، انا شايفه انا شايفه زي ما انا شايفكم كده، شايفه زي ما شايفكم كده. ولن يستطيع احد ولا اي قوة في وجه الارض هتقدر تنال من مصر ولا من شعبها، عشان ربنا قبل كل شيء، وعشان انتم يا مصريين، عشانكم انتم. انا هنشوف ان شاء الله بعد الحركة من هنا على مدينة الإسماعيلية الجديدة، وهتشوفوا انه في خلال سنة وشوية يعني حجم اللي اتعمل في هذه المدينة، ان لما الانفاق دي تستكمل يبقى شرق وغرب الإسماعيلية مفيش بينهم ابدا اشكالية في الوصول ليهم. يمكن كان في بداية الكلام الصبح اتقال ان الانفاق دي عشان خاطر المعديات وحركتها. لا، مش بس كده، احنا بنقول النهاردة ان سيناء هي جزء من مصر. لما اتعملت قناة السويس من 100 سنة وشوية، 150 سنة تقريبا، ترتب عليها ان بقى في فاصل بين ارض مصر اللي موجودة في سيناء وارض مصر اللي موجودة في غرب القناة. اللي احنا بنعمله ده هو ربط قوي جدا 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 بين شرق وغرب القناة، بين سيناء وبين الدلتا. ثم احنا بنتكلم على تنمية وتعمير 60,000 كيلومتر مربع، 60,000 كيلومتر مربع. بنتكلم على زراعة، بنتكلم على صناعة، بنتكلم على مزارع سمكية، بنتكلم على مدن، بنتكلم على مناطق صناعية في شرق بورسعيد. حاجة تفرحنا كلنا وتسعدنا كلنا. يا مصريين والله ما يتم انجازه في مصر، في كل مصر. لان الموضوع مش برضو عشان يعني لما تكلمت عن الصعيد وقلت ان الصعيد فين، لا، ما هو الصعيد واخد جهد، واحنا خلال الفترة الايام او الاسابيع القليلة القادمة هيكون موجودين في الصعيد بنفتتح مشروعات احنا بدأنا فيها ان شاء الله. يعني مش هطول عليكم، انا بشكر كل العاملين في المشروع وفي كل المشروعات على كامل تراب مصر، وبقدم الشكر لكل مؤسسات الدولة، الحكومة والجيش والشرطة والقضاء والبرلمان المصري على كل الجهد اللي بيتعمل في ظل الظروف الصعبة ديت. انا بشكركم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين، ودايما نلتقي في مناسبات طيبة. قبل ما اختم كلامي، احنا من يومين فقدت مصر عالم جليل هو الدكتور احمد زويل.